الأمان الأمان. احنا في دولتنا المصرية العظيمة في وسط بركان من الصراعات والحروب وعدم الأمان كل يوم. لا دي حقيقة. يعني احنا الله يكون في عون القيادة السياسية ودولتنا الحكيمة ان هي بقدر المستطاع ان هي بتحافظ بقدر المستطاع على دولتنا. لا أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج سؤال بدون جواب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال بدون جواب. ومعنا اليوم ضيف مصري أصيل يسكن في مدينة باريس من مدة طويلة جدا، وهو صورة مشرفة للمصريين جميعا. اهلا استاذ علي. بعد ما خلصنا الحمد لله فطرنا وربنا يتقبل ان شاء الله. امين. وانا في ايام مفترضه ان شاء الله ربنا يتقبل مني ومنك ان شاء الله. استاذ علي، انت كنت قلت لي انت شغال في مجال السياحه. نعم. ايه اللي نقدر كانت كراجل ليك نظره في مجال السياحه هنا في فرنسا، وبتشوف البلد صغيره زي فرنسا عندها عدد سكانها مثلا 70 مليون وبيزورها مثلا 76 مليون. جميل. احنا عندنا اثار مش موجوده في العالم كله. عندنا اثارنا مش موجوده في العالم كله، ومع ذلك ما عندناش الناس بتقبل على السياحه زي دوله ما فيهاش سياحه كتير غير شويه مباني بتاعتهم والبرج تقريبا ما فيش حاجه غير والمتحف، يعني بعد كده حاجات بسيطه يعني. تمام. مع احترامي لكلام سعادتك وتكمله لكلام سعادتك، كل سنه طيب اولا واخيرا عليك وعلينا وعلى مصر وعلى كل المصريين يا رب، في الخارج وفي الداخل، وتحيا تحيا تحيا مصر. بالنسبه للسياحه في مصر، سعادتك بتتكلم ان الازمات المتواليه اللي حصلت في المنطقه، مش في مصر، في المنطقه حوالين المنطقه في مصر اثرت علينا جامد جدا 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 في الفتره السابقه. ولكن الحمد لله الحمد لله حاليا مصر بقت من الدول الاولى في السياحه، والثقه العاليه والمتزايده في مصر ومكانتها وامنها. وبالنسبه للغردقه وشرم الشيخ والقاهره والعلمين وجميع المدن السياحيه عندنا في مصر، ما شاء الله حاليا يعتبر كله فل. ده حقيقه حاليا. والسياحه سمعتها بقت مصريه، بقت جميله جدا من الثقه وجميع الاعمال السياحيه والفندقيه واعداد الغرف الفندقيه اللي بقت زياده بطريقه لا تتخيلها مصلحه. يعني ان شاء الله في فتره وجيزه ان شاء الله تحت رياده القياده الحكيمه ووزير السياحه والقياده الحكيمه عندنا في مصر، هتلاقي ان مصر من مصاف الدول الاولى بالنسبه للسياحه. فرنسا دولة جميلة جدا ودولة سياحية من الدرجة الأولى طول عمرها. دي حقيقة. بس بالمقارنة بالإمكانياتها القائمة على أرض الواقع بينها وبين بلد زي مصر، فيها شواطئ وفيها حضارة وفيها معابد والمناخ المعتدل طول العام، والمناخ الجميل. يعني يلاقي مثلا هنا عدد السكان هنا السياح أكتر من عدد أهل البلد نفسهم. ان شاء الله احنا ما بننكرش في مصر انا متطوره دلوقتي. هوضح لك السبب ايه. السبب الرئيسي من وجهه نظري المتواضعه، فرنسا مين حواليها في قاره اوروبا؟ هل عندها مشاكل؟ هل عندها صداع؟ هل عندها عدم استقرار؟ هل عندها اصل السياحه دي مرتبطه ارتباط كل وجزء بالامان. احنا في دولتنا المصريه العظيمه في وسط بركان من الصراعات والحروب وعدم الامان كل يوم. لا دي حقيقة. يعني احنا الله يكون في عون القياده السياسيه ودولتنا الحكيمه ان هي بقدر المستطاع ان هي بتحافظ
بقدر المستطاع على دولتنا الكريمه. لا مذكر كلام حضرتك، احنا طبعا لكن فرنسا في وسط مين؟ لا فرنسا، المانيا، اسبانيا، سويسرا، دول كلها امان وسكيورتي. لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حفظ دولتنا الجميله العظيمه مصر من ايام التاريخ، من طول التاريخ. الحمد لله رب ان شاء الله هترجع مصر زي السبعينيات واعلى من السبعينيات، وتبقى من مصاف الدول المتقدمه السياحيه الاولى في الدول العالم. ان شاء الله ان شاء الله رب. هي بس يعني انا بتكلم على نقطه معينه، يعني انا بس في وعي. انت صعبان عليك ان الامكانيات والظروف والحاجات المتاحه لمصر مش هنستغلها. بس هي يعني انا شايف ان من وجهه نظري وانا كنت شغال في السياحه، في السياحه لما كنت في مصر. نعم. هي وعي الشعب، احنا ما عندناش الوعي الالتزام، الوعي الكافي اللي هم سواء القائمين على السياحه، سواء على المقيمين في الاماكن السياحيه. الناس دي لازم تاخد دورات ازاي تتعامل مع الاجانب، ازاي، واحنا شركات الدعايه بتاعتنا والاعلام لازم تسوق لنفسها اكتر. احنا عندنا البنيه الاساسيه دلوقتي تجذب اي حد. مظبوط. وعندنا امان موجود، يعني عندنا اثار موجود، عندنا المتحف المصري، عندنا حاجات كتير. الحمد لله رب العالمين. بدأنا نفسنا الدوله والمسؤولين يتحركوا في هذا المجال ويجذبوا، يعني بلد، يعني احنا بلد عندنا كل مقومات النجاح. السبب يا استاذ احمد ان ما كانش فيه شخصيات عامه قياديه قويه حكيمه عندها الحنكه السياسيه الداخليه والخارجيه، وعندها قرار وزمام المبادره والضرب من حديد في الماضي. لكن احنا دلوقتي تخيل ان احنا والله ونحن في شهر كريم قسما بالله احنا اتغيرنا من 180 درجه. دي حقيقة. عندنا قوانين وعندنا وزارات وعندنا وزراء وعندنا تغييرات جوهريه في جميع شتى المجالات، قانونيه واداريه وحكوميه. حتى الانسان مننا المصري دلوقتي ما شاء الله دلوقتي اتجاهاته كلها دلوقتي بقت للتكنولوجيا واللغه وحاجات غير الحاجات التقليديه زي ايام زمان. احنا عاوزين نستغل الحاجات دي كلها لصالح البلد، لصالح البلد. بس النتيجه هتبان، النتيجه مش بتبقى من يوم وليله. انا مع حضرتك. انا بتكلم معاك. انت حضرتك رحت الغردقه قبل كده؟ انا ما فيش، انا راجل بتاع سياحه. طيب ايه رايك في الغردقه؟ انا بتكلم على ان عندي او العلمين او اي مدينه. انا السياحه لو هتقسمها. طب القاهره يا فندم، انا بقى عاوز اتكلم على القاهره. ايه رايك في المتحف المصري الجديد ده جميل اللي طبعا. ما كانش حد يحلم في حياته ان هو يتعامل في المنطقه دي وبالشكل ده وبالجمال ده، عشان انجح المنظومه بقى، عشان انجح المنظومه بتاعته. اعمل ايه؟ العنصر البشري بس يشتغلوا. هو ده اللي انا بقوله. انا دلوقتي كل وزير له ايه؟ له مساعدين. ما كانش موجود يا فندم. ما كانش موجود. انا ما بتكلمش على الاداره، انا عاوز الشعب اللي يفهم يعني ايه بيتعلم يا فندم. ما هي دي اللي انا عاوز. شعبنا فوق راسنا، شعبنا الطيب. انا ما بجادلش. انا عاوز شويه بشويه. لا ما فيش شويه بشويه. انا ما عادش عندي شويه ما عنديش وقت. ما عنديش مساحه يعني رفاهيه الوقت. بس نحمد ربنا. الحمد لله. اللهم لك الحمد. انا بقولش الحمد لله. انا بقول الحمد لله. بس انا بتكلم في مجال السياحه. انا راجل بتاع سياحه، عاوز انمي الموارد البشريه بتاعتي عشان استفيد بيها في السياحه. يحصل. احنا على سعادتك يعني دلوقتي بالنسبه لشركات السياحه كلها، صدقني والله العظيم لما بيعملوا مقارنه بين مقرات شركات السياحه والفندقيه والسياحه الداخليه والخارجيه، بين دول العربيه الجميله الخارجيه او لبنان او تونس او المغرب او الكلام ده، صدقني مصر نمبر 1. صدقني مصر ما شاء الله عليها حاليا. انا بتكلم على حاليا. احنا كلنا عاوزين مصر بسم الله ما شاء الله، عاوزين تكون في يعني رقم واحد في مجال السياحه. يا رب يبارك لنا فيها ويبارك لنا في كل انسان وطني جميل محترم يقوم على هذا الدور. طب انا بقى هرجع بقى لسؤال الحلقه بتاعتنا، وهو احنا البرنامج بتاعنا اللي هو سؤال بدون جواب. السؤال بتاعنا بقى بحكم ان احنا اتكلمنا في السياحه وكده. نعم. حضرتك تعرف يعني عندنا شخصيه محترمه جدا، شخصيه مصريه، احنا بنعتبره من العلماء المصريين اللي هم ليهم بصمه في مجال السياحه. بحكم ان احنا كنا بنتكلم في السياحه. جميل. هو اتخرج من كليه الارشاد السياحي واشتغل في جامعه حلوان، وانتقل بعدها الى فرنسا، ورجع تاني
ورجع رجع اشتغل تاني في جامعه في مصر، ودرس اللغه المصريه القديمه. ما شاء الله، عرفته عرفته عرفته. اه استاذ الدكتور الحبيب المحترم اه العسل، مم. اللي يعتبر رمز وقدوه وحاجه جميله جدا، الاستاذ الدكتور خالد العناني، استاذ دكتور اللي خالد. تم انتخابه بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، وبفضل مصرنا الحبيبه بقيادتها والدبلوماسيه الجميله الرائعه بالنسبه تحت رياده الاستاذ الدكتور الوزير المحترم بدر عبد العاطي ما شاء الله عليه، وجميع سفراء مصر في الخارج. تم انتخاب الاستاذ الدكتور خالد العناني مدير عام منظمه اليونسكو السنه دي من 2025 حتى 2029، وده اول مره مصري ياخد هذا المنصب. هو كمان الجميل اللي لما جه فازها بالاغلبيه الساحقه طبعا يعني، كان بس هو كل اللي فازها هو استحق. بفضل السياسه يا فندم، طبعا هو اولا بفضل السياسه، بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ده اول حاجه، بفضل السياسه بتاعتنا الحكيمه الكريمه اللي هي دايما بتبقى هي رشحته وقفت وراه، هي قدرت توصله سياسه حكيمه. طبعا يعني ما شاء الله عليها. ده استاذ الدكتور خالد العناني كان وزير الاثار قبل ما يترشح بسنتين. أيوة. وكانت السياسه الحكيمه بتاعتنا متاكده 99% ان هو باذن الله يوصل لهذا المنصب، ووصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى الاستاذ الدكتور خالد العناني. نقطه بس سعادة، ان الاستاذ الدكتور خالد العناني كان وزير الاثار، وكان هو يعتبر اللبنه الاولى من ضمن اللبنات المحترمه الوطنيه العزيزه اللي كان من ضمن تاسيس المتحف المصري. دي حقيقة، ده هو اللي قدر يوفر المبلغ. انا كنت هضيف على حضرتك ان هو اللي قدر يوفر المبلغ اللي محتاجينه علشان كان من ضمن الفريق اللي كان بيشتغل بالزبط. على المتحف المصري ما شاء الله. والحمد لله لما تعين شاف بعينه الفخر والجمال المتحف المصري، شاف مجهوده ومجهود كل المصريين والدبلوماسيه. طبعا الدبلوماسيه المصريه اللي معالي السفير علاء بن يوسف كان برضه معاه. طبعا سفير مصر هنا في باريس، دكتور بدر عبد العاطي كان موجود ايام جامعه الدول العربيه كانت بتأيده ما شاء الله عليه، والاتحاد الافريقي، جميع الدول، فرنسا، المانيا، اسبانيا، جميع الدول الاوروبيه بفضل السياسه الحكيمه الجميله العظيمه الذكيه وبزياده. سياسه مصر ما حدش يقدر ينكر عليها انها سياسه متزنه، سياسه متزنه. احنا بقالنا 100 سنه مش عارفين نخش. دي حقيقه ليه؟ دي حقيقه. ليه؟ ما هو في فرق بين مصر ايام زمان ومصر ايام دي. طبعا القياده يا فندم، الراجل المناسب في المكان المناسب. لما يكون الراجل المناسب رب بيت، يكون ذكي وحكيم وقوي، صدقني ان جميع الاسره بيدخل عليها الخير على وشه الكريم. صدقني والله هي دي. يعني بنوجه تحيه للدكتور خالد عناني، تحيه جميله كمصري. بنتمنى لك كل التوفيق يا رب يا رب. اسره البرنامج بتتمنى لحضرتك كل التوفيق. امين يا رب. امين. نرجع تاني لسؤال الحلقه بتاعتنا، وهو السؤال الرياضي. عندنا سؤال رياضي. انت ايه اخبار الرياضه معاك؟ انا والله عضو عامل في نادي الزمالك، وانا من جوايا بحب جدا النادي الاهلي، ولكن من جوايا بقى اصلا بصفه عامه بحب اللعبه الجميله المحترمه الملتزمه. واي فريق في اي كوره في اي جهه من الجهات الرياضه بحترمها وبشجعها في مجالها وفي وقتها. والله يا استاذ لكن مش متعصب. انت انسان جميل والله. الله يخليك. انت بجد انسان جميل يعني. يا ريت المصريين المشجعين كده. انا عن نفسي برضو انا كرياضي حلوه. انا كرياضي اللعبه الحلوه. انا كرياضي بشجع النادي بتاعي. ومش هكسف ان انا اقول زملكاوي. وهقول دايما يعني انا عضو في نادي الزمالك وبحب جدا نادي الزمالك، ولكن من جوايا بحب النادي الاهلي. احنا كلنا بنحب النادي الاهلي، بنحب الزمالك، ولكن لما الزمالك تلعب مع النادي الاهلي والزمالك يغلب اشجع الزمالك، بس لما يكون في ادب، لما يكون في لعب نظيف. انا بحب اللعب، المنافسه الرياضيه يا فندم معموله للانسان يتقرب من اخوه الانسان المواطن. احنا بنسلي نفسنا بحاجه زي معلش احنا في الفتره الاخرانيه تعصب غلط. تعصب فعلا غلط للاسف شديد.
الجمهور مش عارف الخلفيه ما بين اللعيبه وبين بعض، اللعيبه بينها وبين بعض داخلين بين بعض، عايشين مع بعض، اصحاب اصلا. بيزنس يا فندم، بيزنس كبير. هنا سعادتك باريس سان جيرمان هنا في فرنسا، والفرق القويه جدا، ارسنال وليفربول، كل ده كله بيزنس. المفروض احنا ما نتعصبش مع بعض. لا للاسف اسوأ ما شفته في حياتي هو موضوع الكوره اللي كان بين مصر والجزائر. ده اسوأ شيء انا شفته، كنتش اتخيله ابدا ابدا ابدا. وربنا ما يعودها تاني يا رب. اللهم امين. اللهم الشعب الجزائري ده فوق دماغنا، حبيبنا، اخواتنا. الشعب الجزائري اخواتنا الشعب الجزائري. طيب انا هنتكلم بقى بالنسبه للرياضه يا استاذ. يعني انت اتكلمت عن الكوره، في ليك اي هوايات ثانيه؟ يعني عندك معلومات عن بقيه الالعاب ولا هو؟ طبعا. طب. اي دورات اولمبيه او دورات دوريه فيها المنتخب المصري، انا طبعا بشجع مصر قلبا وقالبا بدون اي شيء. مالي واولادي وحياتي فدا مصر وتراب مصر. ربنا يبارك فيك. اجلا وعاجلا وحاليا وبعدين هي مصر، لا جدال. ربنا يبارك فيك. احنا دلوقتي عندنا لاعبه مصريه بتعدي من افضل 100 لاعبه على مستوى مصر. في مجال ايه؟ في مجال العدو. العدو. كنا لسه بنتكلم على الجزائر. سبحان الله. وهي فازت لها القاب دوليه كتير. نعم. وبطولات من سنه 2012 لحد 2022. جميل. تعتبر مصريه رقم 1 في مجال العدو. حصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطوله الجزائر في مدينه وهران. دي تبقى الاستاذه الكابتن بسنت حميده 2022 الدوره اللي كانت في وهران في الجزائر، والعداءه المصريه الجميله القويه اللي شرف لكل رياضي مصري ان هي اخذت ميداليتين ذهبيتين في ال 100 متر وال 200 متر. ده كلام مظبوط. انت بتابع كويس. ما قلت سعادتك اي حاجه تبع بصفه عامه وطنيه، منتخبات وطنيه في اي مجال، الواحد بيبقى فرحان وسعيد ان هو يتابع. دي حقيقه احنا بنفتخر بيها وبنفتخر بكل الرياضيين المصريين اللي حققوا ميداليات اولمبيه واللي دايما مشرفين مصر في كل المجالات. نعم. وللاسف حقهم مهضوم. يعني احنا من واجب علينا ان احنا بنحاول نشيل الالعاب الفرديه دايما كده. بنحاول نطلعها من الدور. طيب عندنا بقى سؤال ثالث، وده سؤال يعني اهلا بكم وعوده الى برنامجنا سؤال بدون جواب. ونرجع معانا استاذ علي نساله السؤال اللي هو الديني. السؤال الديني احنا بنطرحه على حضرتك وانت بتقول مفهومك منه ايه. وهو سؤال دعوه للتعقل وللتفكير. نعم. هو سؤال يبان ظاهره ان هو سهل وبسيط، لكن هو عميق جدا يعني. فده بيعتمد على التفكير اللي احنا، ودعوه للناس كلها من الساده المشاهدين ان هم يفكروا فيه ويتابعونا في الاجابه. في الاجابه بتاعته بنقول واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يجيب صديقنا الدكتور خريج جامعه الازهر. نعم. ويجاوب على الاسئله الدينيه اللي دايما بتبقى في نهايه كل حلقه. ان شاء الله. السؤال بيقول ايه؟ الايه الكريمه بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية الكريمة بتقول الآية الثانية الكريمة بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم. الآية الكريمة الثالثة بتقول إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. نعم. الآية الرابعة بتقول إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. هنا دايما تلاقي كلمة كلوا واشربوا. كلوا واشربوا. الآيات كلها فيها كلمة كلوا واشربوا كلوا واشربوا. السؤال بتاعنا بيقول إيه؟ الطعام والشراب. ايه علاقة الطعام والشراب في القرآن؟ وايه علاقته بالإسراف؟ أولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، واحنا النهارده في ليلة جميلة 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 والجو جميل
سبحان الله العلي العظيم. انا حظي حلو معاك والزحمه النهارده، الجو جميل والله العظيم. انت شفت امبارح واول كان الجو عامل ازاي. ليله القدر يا فندم ان شاء الله، ان شاء الله ربنا تبقى بكره. ربنا يكتبها ربنا يكتبها. بالنسبه للاسراف في قراننا العظيم رب العزه العظيم ان هو احنا دين الاسلام دين الوسطيه. تمام. الوسطيه في كل شيء. عندنا ركن من اركان الاسلام الاساسيه اللي هو الزكاه والصدقات في شهر رمضان الكريم، اللي لما ربنا سبحانه وتعالى للإنسان ما بيقولش أي حاجة في القرآن سبحانه وتعالى إلا ما يكون لها فايدة صحية واجتماعية للإنسان المسلم. تمام. الإسراف في الأكل والشرب مضر جدا بالصحة. الوسطية ما يحتاجه جسم الإنسان هو اللي احنا لكن في ناس في عندها البذخ، عندها الإسراف، عندها اللامبالاة، عندها عدم احترام النعمة بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل علمنا عدم الإسراف في الحاجة دي عشان لو احنا أغنياء أو عندنا المقدرة في أكل زيادة نعمل إيه؟ ناخد الاحتياج اللي احنا نحتاجه زي ما ربنا سبحانه وتعالى محافظة على جسمنا، والباقي لإلا يطلع زكاة أو يطلع صدقات للمحتاجين والمحتاجين والصدقات للناس. لكن هو بالنسبة للدين مساعدة اجتماعية للآخرين لو أنت مقتدر ماديا. طب بالنسبة للصحة، الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير سموا تصحوا وتلت فيما معناه تلت لصحتك وتلت لأكلك وتلت لشرابك وتلت، يعني سبحان الله في الدين الإسلامي بتاعنا إن هو يعلمنا إزاي عدم الإسراف. كلمة الإسراف اللي هو عدم المبالغة. والرسول صلى الله عليه وسلم حديث شريف يقول لك لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه فسددوا وقاربوا. يعني في معناها ايه؟ معناها ان احنا دين وسطيه في كل شيء، فهو نحافظ على الحاجه بتاعتنا. عندنا حاجه زياده تطلع لليتامى والمساكين وصدقه، طب ما عندناش حاجه زياده يبقى نحافظ على، وعندنا لازم نحافظ على صحتنا. جسم الانسان ده اغلى ما يملك، وربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان المسلم والانسان القوي وبيحافظ عليه، وهو اعلم واخير، هو اللي خلقنا وهو اللي ادرى بيه. ده بالنسبه لوجهه نظري المطلقه. هي وجهه نظر تحترم، وزي ما نبهت وقلت ان هنسال اهل الذكر. نعم طبعا. فان شاء الله تنتظر ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. اهل الذكر، اهل الازهر الكريم وشيخ الازهر وجميع القائمين في الازهر الكريم، ربنا يبارك لنا فيكم بحق جاه نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك. طبعا احنا هننتظر الاجابه. هيجاوب على سؤال حضرتك السعدي، عالم من علماء الازهر، بنتشرف بوجوده معانا هنا في فرنسا. هو بيجاوب على كل الحلقات، على كل الاسئله. نعم. احنا بنتشرف. ربنا يبارك فيك. استاذ علي كنت ضيف جميل وخفيف معانا، ربنا يبارك فيك. وفطرنا سوا يعني، وربنا دايما مع بعض. ربنا يتقبل منا ومنك ان شاء الله. ونشكر الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. والى لقاء اخر في حلقه جديده من برنامج سؤال بدون جواب.